كم مرة قفلت باب أوضتك، بصيت للسقف وسألت نفسك أنا مستني إيه؟ كلنا عندنا الصفحة دي في دماغنا، الصفحة اللي كاتبين فيها كل أحلامنا وطموحاتنا والنسخة اللي نفسنا نكون عليها. بس المشكلة إننا دايما سايبين الصفحة دي جوه الدرج وقافلين عليها بمفتاح اسمه اللحظة المناسبة. بكرة هبدأ، يوم الأحد الجاي، أول الشهر، أو يمكن السنة الجاية. بندي لنفسنا مسكنات عشان نهرب من خوفنا من البدايات، الخوف من الفشل، أو حتى الخوف من إننا ننجح ومنعرفش نتعامل مع النجاح ده. خدعة اللحظة المثالية هي أكبر كذبة صدقناها. بنفضل مستنيين كل الإشارات تكون خضرة عشان نتحرك، بس الحقيقة إن الطريق عمره ما هيفضى وإنت واقف مكانك. الوقت ما بيستناش حد، الأيام بتسرق بعضها، واللحظة اللي بتضيع ما بتتكررش. اكتشفت إن البداية العشوائية المليانة أخطاء أحسن 100 مرة من خطة مثالية متنفذتش. مش لازم تكون جاهز 100%، مش لازم كل الظروف تكون في صالحك. كل المطلوب منك إنك تاخد الخطوة الأولى، حتى لو أنت خايف، حتى لو أنت مش واثق. النهاردة افتح الدرج، طلع الصفحة بتاعتك، واشطب على كلمة بكرة. أنا بدأت، وأنت كمان جه وقتك تبدأ. دي كانت مجرد أفكار بصوت عالي. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، شاركني في التعليقات. إيه الحاجة اللي أنت مأجلها ومستنى لها اللحظة المناسبة؟ ما تنساش تشترك عشان نفتح صفحات تانية مع بعض في الفيديوهات الجاية. أشوفكم على خير.